مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ام تبيع. قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. اليوم في الفيديو هذا باش نحكيو على الملح التونسي المسروق وكيفاش تعتبروا فرنسا في الاعلام نتاعها انه فضلات وما يصلح حتى شيء، وهو بالرغم بعكس الشيء اللي يروجوا له فلوس كبيره ياسر قاعدين يدخلوا فيها من الملح المنهوب من تونس. اليوم المقال هذا اللي نقرأ لكم فيه نشر سياسي عديد المرات لأهمية هذا المقال، معناها لإنارة الشعب التونسي ويعرف الثروات متاعه المنهوبة. حكى في المقال هذا، قال شركة كوتوزال هي فرع من فروع مجموعة سالينس الفرنسية، وهي تنهب الملح التونسي منذ القرن 19، أما بتاريخ توقيع اتفاقية الاستغلال فهو 1949 لمدة 99 سنة. كوتوزال تشكلت بإدماج 4 شركات ناهبة استعمارية تستغل ملاحات سيدي سالم وصفاقس ومقرين. قال زاد آخر تعديل كان في 15 يوليو 1974 بتوقيع الشاذلي العياري. كان مضمون التعديل لصالح الفرنسيين لمراجعة مساحة سطح أمتار لاستغلال لصالح فرنسا. رقم معاملات كوتوزال الفرنسية 4000 مليار مليم. الملح التونسي الذي تنهبه فرنسا فيه موارد هامة مثل المغنيسيوم والليثيوم والبروم. كذلك تنهب كوتوزال الفرنسية من بلادنا 4 ملايين طن سنويا، مما جعل الفرنسيين يصرحون أن فرنسا أغلقت ملاحاتها في فرنسا بسبب إنتاج كوتوزال، وهو المقال الوارد في جريدة فرنسية بتاريخ 19/4/2007. ماذا تفعل فرنسا بفضلات الملح من تونس؟ الفضلات كما قلنا تعلب في أكياس ذات 25 كيلوغرام وتباع إلى الدول الأوروبية بسعر 12 يورو للكيس الواحد. في سنة 2012 بلدية باريس وحدها اقتنت بما قيمته 200 مليون يورو من هذه الأكياس. ومع العلم أن تونس تستورد الملح تزامنا مع كل موجة برد لإذابة الثلوج، شركة تونيسال شركة إيطالية نرويجية وتستغل سبخة العذيبات بنقردان في هذه الملاحات التي تنهب 5 ملايين طن من كلوريد الصوديوم، 250 ألف طن من الأملاح المعدنية، و8.5 مليون طن من سليفات الصوديوم، و2.5 مليون طن من البوتاسيوم. وفي آخر مقال كما قال السياسي نقلنا هذا النص لإنارة الرأي العام في تونس حتى يتعرف الشعب التونسي على الثروات المسروقة والمنهوبة. الكلمة الأخرى عندكم انتم بالطبيعة لو كنت تحبوا تعلقوا في قصة الموضوع ذا، وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.